نتحدث اليوم عن مشكلة تأخر الإنجاب. لا نقول العقم وإنما تأخر الإنجاب. ربنا عز وجل يتحدث في كتابه العزيز ويقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالناس أشكال وألوان، حتى الأنبياء والمرسلين. من الأنبياء من أعطاه الله فقط البنات كسيدنا شعيب وسيدنا لوط عليهما السلام، ومن الأنبياء من أعطاهم الله تعالى فقط الأولاد كسيدنا إبراهيم عليه السلام أعطاه إسماعيل وإسحاق، ومن الأنبياء من أعطاه الذكور والإناث كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه 4 من البنات و3 من الذكور، ومنهم من جعله الله عقيم أصلا كسيدنا عيسى بن مريم وسيدنا يحيى سيدا وحصورا. فربنا عز وجل يقسم الأرزاق بين العباد. بعض الأزواج يشتكون من تأخر الإنجاب، لا نقول العقم وإنما تأخر الإنجاب. كيف يمكن أن لن تكون عقيم بل تنجب بأمر الله تعالى؟ العلماء يوصونك حينما تكون في علاقة زوجية مع زوجتك أكثر من قول الذكر الحكيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء ذي النون دعا به سيدنا يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت في بطن البحر في ظلمة الليل، ومع ذلك كان يرفع صوته بهذا الدعاء، أوله تهليل وأوسطه تسبيح وآخره إقرار بالذنب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل هذا الذكر، ثم بعد ذلك خلي العلاقة بينك وبين زوجتك تكون ميسرة. وحينما تنتهي وتغتسل صلي ركعتين لله تعالى وتوجه إليه بدعاء سيدنا زكريا عليه السلام الذي كان يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم أكثر من قولك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، لأنه يغلب القدر. حتى لو كان مقدر بأنك سوف تبقى عاقر أو عقيم فإن القدر يتغير. كلمة يا أرحم الراحمين إذا ذكرها العبد 4 مرات من قلبه الصادق تغلب قدر الله. فأسأل الله الكريم أن يرزق كل الأزواج والزوجات الذرية الطيبة. اللهم ارزقهم ذرية طيبة من الذكور والإناث كما رزقت إبراهيم على كبر وكما رزقت زكريا على هرم. اللهم عجل للجميع بالفرج. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.